أهلا وسهلا بكم في استوديو الملاعب على تلفزة تي في بالاشتراك مع السفير تي في. الجزء الثاني هذا باش نخصوه للرياضة والمؤسسات في ولاية قابس. طبعا كالعادة يشاركنا في الجلسة متاعنا ولا في البلاطو متاعنا سي عبد اللطيف التركي رئيس ودادية البريديين، سي المنذر العزعوزي نائب الرئيس، وسي عبد الله بالقاسم اللي هو ممثل البريديين اتحاد قابس بريد قابس. مرحبا بك. يعيشك الله يبارك فيك. اهلا بك. شرفتنا بالحضور. الدورة الرابعة تزامنت مع بطولة ما يسمى بأندية الجنوب. كيفاش تشوفها؟ كيفاش الافاق؟ كيفاش استعديتوا لها؟ شكرا وبارك الله فيك ونشكركم على هذه الاستضافه. نحن نتشرفوا برشا وعندنا فخر كبير ياسر ان نحدثوا الوداديه الوطنيه هذه اللي هي تبقى على النطاق الوطني، واول وداديه يعني تحدث، ومشكور على رأسها سي عبد اللطيف يعني بدعمه وبحركته ما شاء الله مع سي منذر. وصلنا إلى مرحلة ثالثة رابعة أخيرة اليوم تشارك فيها مجموعات الجنوب رغم بعد المسافة ورغم كل شيء. حابين ننجحوها هذه، فهمت ولا؟ وكلنا أمال أنها تنجح وأن ترى يعني مستوى مرتفع ومستوى أخلاقي وكرة تمثل البريد التونسي، فهمت؟ والحمد لله يا ربي إن شاء الله اليوم نوصلوا ونعملوا حاجة باهية ونشرفوا البوسطة إن شاء الله بصفة عامة. بارك الله فيك. سي عبد اللطيف، الجولة الرابعة شنو هي الآمال شنو هي الطموحات؟ والله هي الجولة الرابعة أنا كنت أسبق باش ذكرت أنه هي الغاية منها نجاحها بكل صدق اللي وصلت اليوم الجولة الرابعة وخاصة مجموعة الجنوب. هذا هو اللي حابين نوصلوا، الغاية أن وصلنا إن شاء الله مهما كانت، واستثمارنا في العائلة البلدية. اليوم قلنا من ربوع أرض الجلاء من المنظرات للجنوب القابس المدنيين قبلي حقيقة تطاوين شيء يفرح. هو نجح في حد ذاته وصل بغض النظر على شو أهدافه على مستوى النتائج. أنا أقولها النجاح في حد ذاته اليوم ضحاو ومشكورين ممثلين الأندية بصراحة، وهذه كلمة حق تدخل فيهم مناضلين. حسيت أن جماعة الجنوب اليوم كانوا في المستوى، وبغض النظر على كل الأندية يكون في المستوى العالي، لكن الجنوب اليوم بصفة أخص اللي جاوا المسافة. الناس جات من العشرة اللي خرجت من نهار الجمعة واليوم مش وصلوا، ورغم ان الظروف الماديه الصعبه للوديده الوطنيه في تجربه اولى لها هما فهمونا وتجاوبوا معنا. اكيد تجاوبوا معنا، يعطيهم الصحه مشكورين. اليوم ان شاء الله قلنا كبدايه في التمويل ذاتي من الانديه الجمعيات ان شاء الله نقولوها ونعاودوها. اكيد سمع الشخصوك مش يعطي الصوره الباهيه، وهو سبق في أول اللبنه الاولى اللي اعطاها في بدايه المشوار. اليوم انا حبيت نحيي كل الساده هم الانديه بتاع الجنوب اللي اكيد اللي باش تنجح مهما كان نتائجها، وهذه راه نتائج نزول حكايه فارغه قدام النجاح المتميز بحضور من الاربع الانديه. على ذكر سي رمزي في اول اجتماع برؤساء الانديه يوم 18 16 فبراير يعني جماعه التطاوين قاموا بحادث ورغم المسافه، لكن من الغدوه جاوا وحضروا في الاجتماع اللي مش حضروا في اول انطلاق بطوله وطنيه. يعطيك الصحه سي عبد اللطيف. تو نرجع لك سي المنذر، البطوله في شكلها تراوش انه بعد المرحله هذه الجوله الرابعه حان الوقت لتقييم المردود وتقييم معناها الفكره ومن بعد التجربه. نحن ديما في بعد كل خطوه نقوموا بتقييم المرحله هذه والعمل هذايا راهو كل خطوه نقوموا بها ثم تقييم، والبناء على ذاك بالنتائج هذيك السلبيات نتجاوزوها، واذا فما تحسينات ديما ترى من كل دوره لدوره فما معناها شيء جديد. من الحاجات الجديده اللي نحن مثلا توا سرعه التواصل مع الجمعيات اللي نحن بالوسائل المتاحه سواء بالمراسلات واعلامهم بالحيثيات، واللي زاد استغلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك. برك الله الجمعيات ولات عندها صفحات على الفيسبوك، واللي يقع شريحه اغلب معناها البريدين ولاو يتبعوا في نشاط البطوله سواء من البرامج معناها اللي تسجلوها معناها قناه السفير تي في وتلفزه تي في، وحتى معناها ليزارتيكل نتاع الشعب الجرايد يتم نشرها والتفاعل معه والبريدين يتبعوا ولا يتبعوا.
وهذا نحن حتى من منطلق ان نحن باش سوف نؤسس معناها على صفحه الكترونيه معناها موقع الكتروني خاص بالوداديه اللي باش يمكن البريديين من الاطلاع على البرامج نتاعنا سواء المستقبليه ولا الراهنه اللي حتى نشاط البطوله. يعطيك الصحة. سي عبد الله كان تعرف لنا الفرع البريدي نتاعكم كيفية التدرب قداش من نهار شكون رئيسه شكون معناها العديد من التفاصيل. جمعية البريد أحدثت من فراغ من حتى شيء، ثم أولاد ناشطين هاويين للكرة، حبينا نأسسوا هذه بشوية تضحيات أكيد مادية ومعنوية وكل شيء. عملنا جمعية هذه أحدثت أسسناها على أمور قانونية بحتة، اعترفت بها يعني المندوبية رابطة نعم هكاك. بدينا عملنا يعني حصص تدريبيه، عملنا ممرن يعني يقوم بتدريبنا اسبوعيا، عندنا حصه تدريبيه في كل نهار ثلاث، عندنا مقابله يعني تطبيقيه نهار الخميس، ومشاركه في الرابطه الوطنيه لكره القدم رياضه عمل وشغل أيوة في جابس. والحمد لله يعني قاعدين نتحسنوا، قاعدين كل مره يعني نتقدموا، والحمد لله نتائج قاعده يعني كل مره خير شويه. نستنوا في الدعم المادي ولا غير المادي على خاطر من الديوان ما زلنا شويه الحق ما خديناش الدعم المادي. هو المال قوام الاعمال، اذا كان ثم فلوس راهي ثم ديما نتائج وثم ديما يعني مستويات خير. انشطه اخرى يعني متوازيه، عندنا برامج نحب نوصلوا لها الى كان ثم تمويل من الديوان، والحمد لله ان شاء الله. سي لطيف تو نسالك اليوم الجوله الرابعه طموح جديد مرحله اخرى، كيفاش ترى المرحله الاخرى؟ على كل حال نقول لك ان شاء الله هي النجاح في المرحله في حد ذاتها. قلنا ما غير النتائج، هي النتائج انا وصلنا لها من الربع الارضيه، قلت لك الجنوب الجابس التطويل. حاجه برك حبيت اني نجاوب مع سي عبد الله اكيد وانكلو قال هكا بحسب صحيح اول ما قوام الاعمال، لكن حبيت نوصل لك معلومه وهذا مش على كرئيس مدير عام سي ماسك شغل قالها حرفيا على ملأ وفي جوله ثالثه، قال اكيد مني باش تلقاو الدعم الادبي والمعنوي والمادي، وذاك رساله خفت على لسانه هو اللي انت من حقك تنجم تنشط وتنجم تقوم والمال قوام الاعمال. صحيح نشاطاتنا احنا متوفره برشا ومش كرة قدم عده انشطه، ولهذا حابين نوصل لك معلومه ان شاء الله تكون في اقرب الاجال ان السيد رئيس المدينه مش يلم برؤساء الجمعيات حب يتجاوب معنا. ولا في ختام الحديث حابين نوصل معلومه سي رمزي، الجمعيه الوداديه الوطنيه ان شاء الله يكون مولود جديد ان شاء الله يرى النور، هو موقع بعث ويب راديو بوست هو اسمه الصوت البريدي، ان شاء الله قريب يرى النور في قادم الايام، وهذا ان شاء الله يكون سند ودعم لكل العائله البلديه كصوت البريد. ولما لا ان شاء الله اليوم معنا على صعيد وطني على الشبكه على مستوى البرنامج الاعلامي، غدوه على صعيد مغاربي وغدوه على صعيد دولي، وهكا نبنيو بصراحه العائله البلديه من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، ومن هنا حتى كشراكه مع الاتحاد الاوروبي تكون تجسم زاده، والقادم ان شاء الله ديما نقولوا افضل. سي المنذر، نادي البريد اللي انت تترأسه شنو احواله في القيروان؟ هي جمعيه البريد الرياضي بالقيروان كما على غرار مثيل الجمعيات الاخرى زاد معناها نحن نستناو في الدعم، دعم مالي، واللي نحن نطالبوا زاد كجمعيات الكل واللي عندنا نحن معناها رؤيه واحده ونفس المطالب. وحتى معناها سي معاذ الشقشوق اللي يمثل معناها اللي على راس الاداره العامه لجمعيه البريد مقتنع اللي معناها المال لابد يتوجد، والدعم المالي لابد يتوجد جمعيات باش تحقق اهداف والانشطه، ما يكونش مقتصر على نشاط كره القدم فقط، لكن عندنا نحن مجالات اخرى عديده سواء انشطه معناها فرديه، انشطه فرديه ولا انشطه معناها مجموعه كامل من كره القدم الى معناها عده انشطه شطرنج ما تتصور اللي تخلق فضاء باش يفجر طاقته البريدي، واللي معناها تبارك الله الامكانيات برشا. وحتى العنصر النسائي زاد معناها سمعنا نحن في الجوله الثالثه معناها شكون مثل العنصر النسائي واللي طالب زاد انه ادماجه في الانشطه هذيا، واللي بالطبيعه الوداديه راهو معناها كان الامور الماليه حتى كان الامور الماليه حتى على مستوى لي جون معناها الصغار ما فماش فكره معناها نتاع تطوير المسابقه يعني على مستوى الصغار او الشبان. هو انت جيت معناها نحن ما تو معناها حتى الهيئه المنظمه للبطوله والقبل مع سي عبد اللطيف كنا نتشاوروا، راهو عندنا عده افكار لكن يعني تقطع الرفوف
بسبب الدعم المالي. واللي نحن سبق قبل رانا معناها الانشطه ما كانش متوفره لو الدعم المالي باش احنا كما نقولوا عندنا كاس نجبدوا منها معناها ونصرفوا، لا بالعكس كنا ننشطوا وبعد يجينا الدعم المالي، وهذاك هو الخطر وهذاك هو التحدي. والتحدي كي نبلغوا النتائج معناها العمل دؤوب، نحن معناها ما تهمناش الساعه، بل بالعكس. سي عبد الله كلمه الختام. نشكركم على هذه الحركه النبيله ونتمنى بين قوسين هي حركه نبيله، احنا في شراكه رانا معناها امضينا معناها اتفاق معناها على التواصل وشراكه، احنا باش نعاونوكم ونخرجوا المسابقه هذه للاضواء معناها باش تبدا واضح. وهذا فخر وهذا انا نعتز به احنا كاذاعه سفير قناه السفير، وان شاء الله يا ربي ناروا النور وناروا مسابقات على النطاق الوطني وعلى النطاق المغاربي. سامي تفضل. انا حبيت ان هذه اللي قلت على مستوى النشاطات، صحيح ان الجمعيات عندها برشا اختصاصات، لكن النشاط اللي حبيت نوصلوه هذه وان شاء الله تكون زاده بادره وتكون يعني سكوب. حبينا نعملوا الستار، هذه نجوم ابناء البريديين، هذه نجوم احنا وصلنا للكبر وش خليوا كما احنا عندنا برنامج ان شاء الله، وكما قلنا كما قال سيمون المرقه ونعمل تجمش الافكار موجوده، الابتكارات موجوده سيد، لكن حاجه برك حبيت نوصلها. عندنا برنامج ان شاء الله يرى النور، هو اسمه ستار بول تيليبوستي، اسمه نجوم ابناء البريديين، اللي مش يكون على الصعيد الوطني ولا الصعيد الدولي، وهذا احنا رانا نحب نوصلوا له. كما حدد بصراحه انا حبيت نعطيك معلومه انه المدرب تاع المنتخب الوطني تاع فرنسا هو لاعب بوسيس تاع فرنسا تاع المنتخب. اليوم انت عندنا تبارك الله حسب يعني العلاقات الخاصه واللي نعرفهم توا عندنا بيانتو ما يقارب لبوستي في كامل يعني على العالم، سواء على الصعيد الاوروبي ولا الصعيد فما فرق نجم نقول تو تجاوب معنا. وهذا حبيت ان شاء الله نعملوا قريب، خاطر علاش فما سكوب باش نعملوا عندنا دوره مغاربيه ودوره دوليه، واول انجاز تاريخي باش شفنا هو الستار تاع لي بوستي، هو نجوم ابناء البريدين. تفضل سي منذري. هو من الحاجات اللي باش نقول لك عليها اللي هي معناها تفرحنا، راهو تاثير النشاط نتاعنا كالولاديه ككبار موجه البريديين راهو عنده تاثير حتى على اولادنا. انا كي نجي جاي ومحضر الفاليز نتاعي، ولادي يقولوا لي بابا ما عندناش بلاصه معاكم، ما فماش حاجه لينا. اي هذا علاش صيغه السؤال تفكرونا نمشيو معاكم. معناها من الحاجات اللي ولاو يتبعوا حتى ولادنا نحن يتبعوا معانا، وما تغرموا بابا وين ماشي عندك ونحن فماشي حاجه للصغار. ان شاء الله نحن باش سي منذر قلت كلمه حلوه. علاش انا ما نحبش نجبدوا الموضوع هذا؟ علاش؟ خاطر على متربيه انت ولدك تعطيه بالثقه وتقول له راهو وتكتب فهم حاجات بالملموس. اكيد عندنا برنامج سي رمزي، واكيد ان شاء الله الدور الفاعل والريادي للسفير تي في مدير كمدير المؤسسه العالميه تبارك الله عليك، مش ربنا ولد في شخصك. احنا ان شاء الله باش نبنيو هذا كيما بنينا الوداديه الوطنيه، خلقناه من عدم والتمويل الوادي من عدم، التمويل هيك من عندنا شكون واضحين. كما قال سي مضر نبداو في الابتكارات في الدورات العمليه، اما نقول لك راهو من الموقع هذا ان شاء الله يكون اول بعث كما اول مؤسسه اقتصاديه بعثت اول تجربه كره قدم 6 لاعبين في اول مؤسسه اقتصاديه، كاول تجربه باش نعملوا بطوله خاصه بابناء البلدين اسم النجوم الستار تايبوستي وتغطيه اعلاميه خاصه. واضح. والسفير تي في هي تكون سبق عليه. بارك الله فيكم. معناها نوصلوا نقطه اخرى باش نطويو الصفحه هذه مع استقبال ضيف جديد. بارك الله فيك سي عبد اللطيف، مرحبا بك سي منذر، شكرا على الاستضافه وعلى قبول الدعوه نتاعنا سي عبد الله، مرحبا بك. شكرا.